بعد الاتهامات التي وجهت إلى أشرف حكيمي حول قيامه بالاغتصاب والاعتداء على فتاة في باريس، كشفت وسائل إعلام إسبانية عن قيام هبة عبوك زوجة حكيمي بالبدء بإجراءات الطلاق. وكشف موقع السياري ديجيتال الإسباني إن هبة عبوك وزوجها أشرف حكيمي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة، وسرعت قصة الاغتصاب المزعومة من عملية الطلاق أكثر، وهذه ما يفسر صمت عبوك بعد الاتهامات التي وجهت ضد زوجها بالاغتصاب. على عكس ردة فعل جوانا سانز زوجة داني الفيش الموجود في السجن حاليا بسبب قضية مشابهة، أشرف حكيميا في التهم الموجهة له. وفي أول تعليق له حول مزاعم الفتاة الفرنسية، نفى أشرف حكيمي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال إنها خاطئة تماما، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. هذا الكلام نقلته الصحيفة الإسبانية ماركا، حيث أفاد مراسلها في باريس أن حكيمي كان هادئا للغاية يوم أمس الاثنين خلال حفل ذا بيست. وفتح مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي. وشكلت الادعاءات هذه حالة من الجدل وانقسام بالرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى أن يتساءل البعض بأن ما يحدث شيء غامض ومقصود، خاصة وأن القصة جاءت بالتزامن مع قضية سعد لمجرد، في حين شدد العديد بأنها مزاعم لا غير والتحقيق جار وأشرف ليس مدانا ولم يتم إيقافه. وفتح التحقيق بعد اتهامات من شاب تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 من فبراير، وفق ما أفادت صحيفة لو باريزيان في معلومات أكدها المصدر